محتاج اساسا باك شمال. المفروض كنت شلت زيزو نفسه اللي ما عملش ولا حاجه في اللقاء تقريبا، ويعني لدرجه في كوره كانت شبه الكوره بتاعت ماتش اسبانيا، يعني اللاعب راح معاه كان مستني اللاعب يزقه ما زقوش، طلع بالكوره في الاوت، وتقريبا ما كانش ليه خطوره تذكر. فكان الافضل انك تسيب بالعمري اللي ممكن يعمل لك كرات عرضيه بشكل كويس وتطلع زيزو. حركه زي كده ممكن تقلل نسب انك تفوز اللقاء. كمان النادي الاهلي ابتدى يجازف اكتر في انه يطلع مروان عطيه من قلب الملعب ونزلت بن رمضان، فالدفاع كمان بقى ما فيش خالص غير الاثنين المساكين. بعدين ما فيش لعيبه في خط الوسط بتقابل، وما فيش جناح شمال بيقابل. فالنادي الاهلي على الرغم انه قدر يجيب جون التعادل بقى مستباح من ورا في خط الدفاع. محمد عبد الله لعيب كويس، مش سوبر ستار قوي برضه عشان الناس تنفخ فيه بدري، لا هو لاعب كويس فعلا، قدر يعدي الكوره. تقيل بس مش اجريسيف، مش يعني مش ناشف في اللعب، يعني تحسه دايما هادي بشكل مبالغ فيه. لكن عدى بواحده لعبها لفخر اللقاي اللي لعبها ليه موكا اللي ضيع كوره بشكل غريب، وضيع واحده تانية كمان بشكل اغرب. فبصراحه موكا النهارده كان ممكن يخلص اللقاء. مع العشوائيه الكتيره النادي الاهلي بقت اي هجمه عليه بقت فعلا خطيره. لو فريق كبير او موكا كان موفق النهارده كان اللقاء هيروح في سكه ان النادي الاهلي هيخسر الثلاثه بونت كلهم. ولكن جت الكره الفارقه، الكره اللي يعني العش بيلعب واحده بشماله كده اي حاجه، يعني الكوره ما كانتش هتعمل اي شيء، ولكن الكوره جت في ايد لاعب سيراميكا في منطقه الجزاء. هل الكوره دي ضربه جزاء ولا لا؟ الكوره دي من وجهه نظري انا ضربه جزاء، لان في مسافه كبيره ما بين اللاعب اللي لعب الكوره والكوره لما جت في ايد لاعب سيراميكا، بالاضافه لان الايد مكبره جسمه والكوره جايه في الايد من تحت. وانا كمان اعتقد ان اللاعب عمل تراي عليها، يعني مايل بجسمه كده شويه عليها، فانا اعتقد ان الكوره دي ضربه جزاء. ولكن برضو عشان نبقى حقانيين ومنصفين، سيراميكا نفسه كان ليه ضربة جزاء في قبل نهائي السوبر قدام النادي الاهلي برضو، وجماهير النادي الاهلي طلعت وقالت ان الكوره ما فيهاش اي حاجه وسيراميكا لم يكن يستحق ضربة جزاء. الكوره بتاعت سيراميكا اكثر وضوحا اللي كانت في السوبر المصري، الكوره كانت رايحه ناحيه الجون، الكوره كانت قويه، مسافه كانت بعيده، لمست ايد لاعب النادي الاهلي. الكره الثانيه يعني مشكوك في امرها، ولكن الكره الاولى هي اللي كانت ضربه جزاء وكان لازم تتحسب. دلوقتي النادي الاهلي يعني بيدوق من نفس الكاس، الكوره جت في ايد اللاعب، وانت دلوقتي اللي بتصرخ وبتقول انا اتظلمت وان انا كان ممكن العب ضربه جزاء، كانت ممكن تتصاب وكانت ممكن تدخل جون، بس ضيعت عليا فرصه ان انا اكسب اللقاء. المفروض نبقى حياديين، هل دي ضربه جزاء ولا وضربه سيراميكا ضربه جزاء ولا لا؟ السؤال لمشجعي النادي الاهلي. دمتم ملوك، شكرا جزيلا.